فيلمنا النهاردة فيينا ويتس فور يو عن شقة غريبة عجيبة. بيمر الزمن على ساكنها بسرعة شديدة جدا، بيحول حياته إلى جحيم. بيبدأ فيلمنا بست عجوزة واضح إنها مش قادرة تمشي في الشقة وضعيفة جدا. الست دي بتحاول تربط حبل في رجل الترابيزة وبترمي الطرف التاني من الشباك، وكارهة الشقة جدا وبتحاول تهرب منها بأي طريقة. لكن برغم ضعفها هي قادرة ومصرة إن هي تسيب المكان. مجرد ما بتحط إيديها وبتمسك الحبل وبتحاول تنزل، هوب إيديها بتفلت وبتقع. لكن الغريبة إن هي نجت ورجليها اتعلقت في الحبل وما حصلهاش أي حاجة. بتحاول توصل للأرض، لكن فجأة الحبل بيشدها لفوق وبترجع تاني شقتها وبيتقفل الباب عليها. بعد شهر، أن شابة تحاول تستأجر نفس الشقة وبتتفرج عليها. بيقابلها مولر مدير المبنى والساكنة السابقة، ومولر بيقول لها أهلا بيكي. طبعا دي مش الست العجوزة اللي كانت في بداية الفيلم. أنا قعدت تتفرج على الشقة اللي كانت عاجباها جدا. مولر قال لها السعر دون كمان سعر مغري جدا. قالت له فعلا ده سعر جميل، لكن انت يا ترى عاوزة ليه تسيبي الشقة؟ الست العجوزة قالت لها أنا عاوزة أستمتع بحياتي وأتفسح. استغربت أن جدا على السن ده إنه عاوز يتفسح، لكن ما حطتش في بالها. طبعا أن قالت لهم أنا طبعًا جديدة في المدينة وكنت على قصة حُب مع صديق، لكن طبعًا الموضوع اختلف بالنسبة لي. الست العجوزة قالت لها أنتِ محتاجة الشقة والّا لأ؟ أنا قالت لها طبعًا مش هالاقي شقة بالجمال ده في الوقت دوًّا. مولر جهّز لها عقد على طول، حاولت تمضي القلم ما كتبش. الغريبة الست العجوزة كانت مجهّزة قلم مرة تانية، وواضح إنها كانت مستعجلة وسعيدة جدًا إن أنا خدت الشقة. وده زاد الاستغراب عند أنا. مولر قال لها لو احتجتي أي حاجة أدي مفتاح الشقة وأنا موجود، لو احتجتيني في أي وقت اطلبيني. أنا بدأت تنظف الشقة اللي كانت طبعا متبهدلة، وبدأت تنقل في حاجاتها وتنظف فيها ومراياتها وتمسحها وترمي كل القاذورات اللي هي فيها، ومن ضمنها كانت قطعة قماش قديمة موجودة على الرف حاولت ترميها مع الحاجات بتاعتها. أنا رمت الحاجات دي في الزبالة، لكن لما رجعت اتفاجئت إن الشقة رجعت زي ما هي بنفس القذارة ونفس الوساخة. لكن أنا ما نقصتش، حتى الخضروات اللي هي جابتها في سرعة انتهت وبدأت الشقة ترجع لحالتها مرة تانية. أنا اتفاجئت إيه اللي بيحصل في الشقة ده، لكن حاولت مرة تانية تنظف وبدأت تنظف مرة التالتة ورمت برضو كيس الزبالة زي كل مرة. ولكن لما رجعت اتفاجئت إن نفس الشقة بنفس الموضوع ونفس الحاجات زي ما هي ونفس التراب. وضحت من المجهود اللي على عينيها إنه بدأ يبقى عندها هالة من التراب. لمولر وقالت له لأ أنت خدعتني، أنا عاوز أسيب الشقة دي بأي طريقة. مولر قال لها أنا ما أقدرش أعمل لِك أي حاجة، أنتِ ماضية على بنود عقد، ما تقدريش تسيبي الشقة إلا لمّا ييجي مستأجر تاني. هو مكتوب بخط رفيّع أنتِ ما شُفتيهوش، لكن البند ده موجود. أنتِ ماضية ما تقدريش تسيبي الشقة غير لمّا ييجي مستأجر مرّة تانية. قالت له أنا ما ليش دعوة، أنا هاقدّم بلاغ في قسم الشرطة. قال لها أنا مش هاقدر أعمل لِك أي حاجة، لكن نصيحتي ليكِ ما تسيبيش الشقة ديًّا خالص في الفترة ديًّا. لكن أنا طبعًا ما استمعتش للكلام بتاعه، وراحت للدكتورة عشان تشوف إيه التغيرات اللي حصلت لجلدها. لكن واضح إن الدكتورة في مشكلة عندها، وقالت لها لأ ده سن طبيعي 25 سنة إن يحصل لِك التغيرات دي. أنا طبعًا كانت مستغربة واتنرفزت أكتر عليها وقالت لها لأ أنا من حقِّي تعملي لي كل الفحوصات. لكن اتفاجئت إن بطاقتها اتمسحت كل البيانات اللي هي فيها. راحت تبات في فندق، لكن برضه صاحب الفندق طلب الهوية، اضطرت تدّي له فلوس زيادة وباتت ليلتها في الفندق. صحيت بالليل اتفاجئت إن جسمها بقي صعب جدًا وبقي سنها 80 سنة. استغربت جدًا، حتى لمّا بدأت تكح أسنانها بدأت تُقع. أنا بقت حاجة مستعجلة، راحت لمولر. مولر واضح إن الموضوع بالنسبة له عادي، ما استغربش حالتها وقال لها أنا مش قُلت لِك ما تسيبيش الشقة؟ أنا اديتِك خبر وقُلت لِك أنتِ نضّفتِ الشقة لكن ما تسيبيهاش. الشقة دي ما من شروطها إن أنتِ ما تسيبيش العقد بتاعها وما تسيبيش الشقة إطلاقًا طول ما أنتِ موجودة داخلها. قالت له أنا مش هاسكت. قال لها أنا نصحتِك، أنتِ ما سمعتيش الكلام. فجأة لقي الولاعة بتاعته اختفت، خبّط على الشقة طبعًا أنها كانت قافلة، وبدأت تدلق كحول عشان تحرق الشقة. قعدت تولّع في النار تحاول تحرق الشقة، لكن بدون جدوى. والشقة اتضايقت منها جدًا وحاولت تخنقها بسرعة جدًا. حاولت تخنقها، مولر فتح وطلّع من بُقّها حتة القماش اللي هي كانت الشقة عاوزة تخنقها بيها. واضح إن دي شقة ملعونة فعلًا. جاب لها كوباية مَيّة ومولر بدأ يشرح لها الموضوع. قال لها هنا كان في مجموعة شباب من 10 سنين في الشقة ديًّا، وفجأة كبروا والموضوع اتحول لرأي عام، والصحافة اضطرت إن تقفل عليه، والبوليس ما بيقدرش ياخد أي إجراء في الموضوع ده لأنهم مستغربين إيه اللي بيحصل في الشقة دي، فلازم ترضي بالأمر الواقع اللي هو موجود. طبعًا هي شربت المَيّة وكانت قاعدة منهارة جدًا. مولر قال لها أنتِ مش هتقدري تمشي غير لمّا نلاقي ساكن جديد.
وشايفة الشباب دول فعلًا الموضوع بتاعهم ما اتحلش لغاية لمّا ماتوا، ما حدش قدر يلاقي لهم حل، واعتبرت الشقة دي من ساعتها شقة مشؤومة، ما حدش يقدر إن هو يسكن فيها، فأفضل وضع ليكِ إن إحنا ندوّر على ساكن جديد عشان تقدري تتخلّصي من اللعنة اللي موجودة داخل الشقة. أنا حاطة مكياج حاولت تقابل صديقها القديم اللي هو ما عرفهاش طبعًا بالنسبة لتغيرات الزمن، وحاولت تتكلم معاه وتفكّره هي مين، لكن واضح إنه ليها صديقة جديدة وحبيبة جديدة، فسابها طبعًا ومشي وما اهتمش بيها. أنا اتصدمت وحست بقلبها بيتعصر واتضايقت جدًا، 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 ورجعت الشقة تانية وحيدة، والراديو برضه بدأ يشتغل لوحده، والشقة بدأت تبقى صديقتها، وبدأت الشقة تجيب لها أكل قدامها، لكن أنا طبعًا اتضايقت جدًا. وخدت الأكل وده لقيته، لكن بعد شوية لقيت الشقة جابت لها شاي، فأنا شربت الشاي استطعمته جدًا، ومدت إيدها لقطعة من الأكل اللي رميتها وكلتها، واضح إن الشقة حاولت تبقى صديقتها، وهي اللي بتخدمها كل يوم، بتعمل لها الأكل وبتعمل لها الشاي وتقضي كل طلباتها. أنا مع مرور الوقت بقي حالتها أصعب، وبقت مش قادرة تمشي، وبقي جلدها بيتقشر، في مرة حاولت تقشر جلدها لقيت داخل جلدها مادة غريبة جدًا، فحست كده باقتراب الموت، وواضح إن هي هتستسلم لقدرها، راحت لمولر ولكن فجأة لقيت حبيبها وصديقته جُم وعاوزين يأجروا نفس الشقة، ودي فرصة عظيمة جدًا إن هي تنتهي وتخرج من الشقة دي بسلام. قعدت تبُص عليهم وطبعًا مولر عجبته قال لهم إن الشقة دي طبعًا في نفس اللحظة حبيبها السابق وخطيبته جُم عشان يأجروا نفس الشقة، ودي كانت فرصة عظيمة بالنسبة لها إنها تخرج من الشقة وكمان تنتقم منه، وطبعًا صديق حبيبها السابق قالت إن دي شقة جميلة وإن هم كمان في مكان هادي وإن ما فيش مستأجرين، وفعلًا مولر جاب لهم العقد عشان يمضوه، لكن هي رجعت فكّرت في ذكرياتها مع حبيبها وإزاي كانوا كويسين والمعاناة اللي مرّت بيها مع المستأجرة السابقة، وأصرّت إن هي ما تكرّرش نفس التجربة السابقة معاها مع حبيبها، خصوصًا إن هي بتحبه، فدلقت معلقة الشاي في إيده، قالت له: "اطلع برّه." طردته. غريبة جدًا، مولر استغرب، لكن فهم إن هي لسه بتحبه وإن هي حاولت تتخلّص منه كساكن، فقال لها: "خلاص أنا مش هاقدر أعمل لِك أي حاجة تانية، أنتِ ضيّعتِ فرصتِك الوحيدة بإيدِك." قالت له: "خلاص أنا مستسلمة." وبدأت تستسلم لقدرها، قعدت تفكّر في مواقف مع حبيبها السابق وقعدت تتذكّر قصتها. مولر تأثّر جدًا بالموضوع بتاعها وحس إن هي سِت عظيمة برغم أي حاجة، إن هي حاولت تضحّي بنفسها من أجل حبيبها. مولر كان مستغرب جدًا، لكن هي قالت له: "خلاص سيبني." قال لها: "أنا هاسيبِك بس أنا مش هاقدر أعمل لِك أي حاجة مرّة تانية." بدأت تتمشى في الشقة وحاولت إن هي تتأقلم عليها وهي عارفة مصيرها المحتوم، طبعًا مش هتقدر تعمل أي حاجة لأن الموت جاي لها. بدأت تشم بدأت تشم نسيم الهواء وهي تتذكر كل ذكرياتها، وطلبت من الشقة إن هي تتخلص منها، ولكن براحة. الشقة ابتدت تبلعها وفعلًا ابتدت تاخد كل ما اتبقاش غير ملابسها، وقلبها طلع بدأ يخيط الخداديات بتاعة الشقة واضح، وطبعًا اترمت قطعة قماش مكانها، واضح إن الشقة بتجدد نفسها بجثث الناس اللي بيموتوا فيها. طبعًا إحنا عارفين إن هي ضحت بنفسها كده وما فيش مستأجر، لكن يا ترى هيكون مصير الشقة إيه؟ واضح إن مصير الشقة دي هيكون هو الدمار لأن ما لهاش ساكن جديد. أرجو إن القصة تكون عجبتكم، أرجو شير ولايك واشتراك في قناة أفلام السرداب، مع تحيات مجدي الشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.